ما هو دينك؟ لا أدري. إذا أنت لا تدري من الذي يدري إذا. لا أؤمن من كل الديانات. أريد أن أسألك يا شيخ، تفضل. هل النبي اشترى أو باع العبيد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أو باع العبيد؟ قبل أن أجيبك اشترى أو باع، قبل الجواب السؤال: هل بيع الإنسان وشرائه خطأ؟ نعم خطأ. خطأ؟ طيب كيف لاعبين الكرة يشترون ويباعون؟ ليس بذلك. والله ما خطرت على بالك هذه، صح؟ ما خطرت على بالك أبدا. كيف لاعبي الكرة يباعون ويشترون؟ يا شيخ هذا دين جاء من عند الخالق. لا استنى، أنا سألتك سؤالا مباشرا: هل بيع الإنسان وشرائه خطأ؟ قلت لي نعم. قلت لك طيب كيف لاعبي الكرة يباعون ويشترون على مرأى ومسمع الجميع؟ ليس نفس الشيء يا شيخ، ليس نفس نفس الشيء. الشيء. ما الاختلاف؟ النبي اشترى صحيح. عبدين، اشترى عبدين. اصبر اصبر. أول شيء أنت لا ديني، صح؟ لا ديني، صح؟ نعم لا دين. طيب، دائما يا عزيزي قبل أن ندخل في أي حوار لا بد أن نضع معايير قبل الدخول في الحوار. ما هي معايير الحكم على الشيء عندك، صح أو خطأ؟ تفضل. يعني المعايير العقل. الأخلاقية. ليش؟ العقل. 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 يعني أنت تعتمد على العقل في أن هذا الشيء صواب أو خطأ، صح؟ نعم. طيب، ألا يخطئ العقل؟ يخطئ. إذا لا يعتمد عليه في الحكم أن هذا الشيء صواب أو خطأ، لأنه يخطئ. لأنك ربما تحكم على شيء صواب تقول عنه خطأ وهو صواب باعتمادك على عقلك. متفق. المعيار الأول انتهى. هات لي المعيار الثاني. ما هو معيارك في الحكم على شيء خطأ أو صواب؟ لا يا شيخ لا. كي ما عنديش مع العربية. كيف يا شيخ أنت تقول أن بيع العبيد والله والشيء؟ أنت مسكين، والله أنت مسكين. أنت مسكين. أنت يا مسكين جاي شيخ حافظ شبهة دقيقة. الرسول باع العبيد. بس صلى هذا الله عليه وسلم. اسمعني اسمع يا عزيزي، أنتم المشكلة اللي فيكم ما هي؟ محافظينكم شبهات تريدون اجترارها وترديدها، وتظنون أنفسكم أنكم جبتوا تايهة. لكن في الحقيقة هذه الشبهات إذا وضعت تحت تأصيل تفند. أنت قبل ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولا ما اشترى، قبل ما جاوبك اشترى ولا ما اشترى، أول شيء في ذلك الوقت عرف شراء العبيد كأنك تشري لاعبين. اليوم أنت لما تشوف ريال مدريد، متفق معك يا شيخ. اصبر يا ابني، اصبر يا عزيزي، اصبر يا روح قلبي، اصبر. اليوم انت لما تشوف ريال مدريد مثلا ولا برشلونة اشتروا لاعبا وتفتخر به ويعلنوا الصحف ايش النادي اشترى لاعبا بمش عارف كم مليون يورو، في ذلك الوقت عندهم شراء العبيد وبيعها كما هو شراء وبيع اليوم اللاعبين. انت اليوم لا تستنكر، صح، شراء اللاعبين وبيعهم. في ذلك الوقت كذلك ما في استنكار لبيع وشراء العبيد. الامر عندهم عادي جدا. لما واحد يشتري امرأة كأنه خطبها. ما هو الشراء زمان لما كانوا بيشتروا امرأة جارية مثلا، كيف يشترونها؟ يدفعون فيها المال ثم يأخذونها. طيب أنت لما تروح تتزوج، ما أنت بتدفع مال وتأخذ هذه تلك المرأة، بس تغيرت المصطلحات. شراء لا يعني شيئا مسيئا، بالعكس ممكن هذه التي تأخذها شراء مقصود بها أخذ. حين تأخذها تكون أم أولادك. ممكن أتكلم؟ لذلك أنا قبل أن ندخل في أي شيء لابد أن نؤصل يا عزيزي. ما هو الخطأ من ناحية إلحادية، من ناحية لا دينية؟ ما هو الخطأ إذا اشتريت إنسانا؟ أنا الآن فرضنا اشتريت إنسانا، تمام؟ هذا خطأ يا شيخ. أنت تعتقد أن الإلحاد، أنت تعتقد أن الإلحاد دين. الإلحاد أنا غير مسؤول عن الإلحاد. يفعل أي شيء. أنت ما تعرف أصلا معنى حتى دين. جاوبني على سؤالي: ما الخطأ أنت كملحد عندك أو لا ديني؟ أعطني معيارا يخطئ شراء إنسان. يلا قبل ما أنا عادل ولا غيرها، تفضل يلا جاوبني. ما معيارك في تخطيء إنسان اشترى إنسانا؟ وين الخطأ؟ يعني فرضنا الآن ملحد اشترى امرأة يا ملحد. شيخ عندما جاء تفهم سؤالي. أنت تتكلم لواحد. أنت تخطب. أنت طيب تخطب. كبس تحت، كبس تحت. أيوة شاطر، وصل تكبيسات للمليون عشان لما تكون محترم يا عزيزي نكمل معك الحوار.
تمام، شرف لك انك تسمع خطبتي، شرف هذا لك. يعني نحن رأفنا بحالك، في البداية صرت تتلعثم ما عرفتش تجاوب، ومع ذلك رأفنا بحالك وما خليناكش مسخرة امام الناس، وتطول في لسانك زيادة. ما كان خاطر علي هكذا، كنت في البداية يعني خليت الناس يضحكوا عليك لما تلعثمت وما عرفتش ترد في موضوع لاعبي كرة القدم وغيرها.